السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناتي. في فيديو اليوم جيتكم بوصفة المقروط، الوصفة التقليدية الجزائرية. راح يجي محمر مرمل، يعني يجي مبسس ويذوب في الفم حتى الحشو راح يجي طري ويجي روعة ما شاء الله. شوفوا الشكل تاعو كيفاه جا محمر، يعني يشهي. ما تنسوش صلاة والسلام على رسول الله، وروحوا معايا نبداو مع بعض خطوة بخطوة ونحضروا هذا المقط. هنايا جبت سميد تاع ماما، انا استعملت سميد الخشن. هنا راح نجيب كيلة، الكيلة اللي تكيلوا بها نتوما اللي تخيروها، تحبوا ديروا كونتيتي كبيرة ولا كونتيتي صغيرة. انا هنايا حندير كونتيتي صغيرة، دونك جبت هذه الكيلة. راح ندير كيلة بومبي، دونك راح ندير 2 كيلات من السميد الخشن يكونوا بومبي هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا نفرخهم في جفنة ولا يعني حاجة تكون عريضة باش تقدروا تعجنوه. وراح نزيد كيلة من سميد النصف خشن، حيكون نصف خشن، انا استعملت تاع عمور. كذلك كيلة حتكون بومبي، حتكون معمرة هكذا. راح ندير عليها شوية تاع الملح، يعني حوالي ملعقة صغيرة من الملح، ونزيد عليها 3 مغارف كبار تاع الفارينة، يعني كل كيلة ملعقة كبيرة من الفارينة، وزدت ملعقة كبيرة من السكر. نخلط كل هذه المكونات مع بعض. هنا بنفس الكيلة راح نكيل السمن، هنا عندي سمن ذايب. هنا الكيلة ما تكونش مملوءة، راح نخلي حوالي اسبوع، راح نعمرها بالزيت، يعني نكمل الكيلة بالزيت. قلنا كيلة غير مملوءة من السمن، والباقي راح نكملو بالزيت. هنا ونخلط كامل، نحاول نبسس هذاك السميد. شوفوا هنايا نحكو مليح وندخل كامل السمن هذاك في السميد حتى يشربوا مليح هكذا بهذه الطريقة. من بعدها راح نجيب ماء الزهر، عندي نصف كاس ماء الزهر، ما نزيدلوش الماء، يعني ماء الزهر فقط. وراح نرش السميد تاعي، هنا نرش غير بشوية ما نعجنش، يعني راح نحرك فقط بأطراف الأصابع هكذا، نرشه ونحرك هكذا من أسفل لأعلى، يعني نحركه كامل، نتأكد باللي السميد شرب كامل ماء الزهر. وهنايا رايحة نغطيه ونخليه يبات ليلة كاملة. هذا هو السر، يعني ثاني من أسرار النجاح انه يبات ليلة كاملة. هنايا بعد ما بات، هنا راح نحركه شوية، وراح نجيب كيلة من الماء وما زهر، يعني خليط من الماء وما زهر. هنايا قسمت الخليط على 2، راح نهز غير كمية صغيرة ونعجنها، ما تعجنوش كامل، يعني العجينة تاعكم تاع المقروط تهزو غير بشوية وتعجنوها. والخليط الآخر راح تغطوه باش ما ينشفش. دونك هنايا راح نرش غير بشوية بالماء وماء الزهر وما نعجنش، راح نلم فقط باطراف الاصابع حتى تتشكل لي عجينه. شوفوا هنايا ماء الزهر استعملتوش كامل، نتوما ديروا غير بشويه وشوفوا، باسكو كاين سميد اللي يشرب وكاين سميد اللي ما يشربش. بالنسبه للغرس هنايا كنت نقيته وعجنته بالزيت، وضفت له ملعقه صغيره من القرفه وملعقه كبيره من الزبده باش يجي طري. تقدروا تضيفوا الجلجلان، تضيفوا القرنفل كيما حبيتوا. هنايا حنجيب كمية من العجينة، راح نشكلها حربوش ونفتحها في الوسط، وندير لها حربوش من التمر، من عجينة التمر، ورايحة نغلق عليه كما راكم تشوفوا. بعدها نروليه، يعني باش نشكل حربوش يجي مستوي الشكل. شوفوا هكذا. راح نجيب انايا هذا الطابع باش نقيس به، باش يجوني كامل حبة المقروط سوا سوا، باش يجو كيف كيف. تقدروا تستعملوا الطابع تاع المقروط يعني كيما تحبوا. هنا نقطعهم
وهنايا راح نعدلهم الشكل تاعهم هكذا باش يجو كامل كيف كيف. شوفوا بهذه الطريقه. هنايا المقروط قبل ما نقليه مانيش راح نخليه يرتاح لانه الحبات الاولين اللي شكلتهم ديجا مرتاحوا. نبدا نقلي دائما بالحبات الاولين اللي ارتاحوا اللي شكلتهم وخليتهم ارتاحوا. ها شوفوا هنايا بعد ما كملت الشكل تاعهم، شوفوا جا شكلهم ما شاء الله. بعد ما نديرهم كامل رايحه نبدا نقلي فيهم. هنا قبل ما نقليهم رايحه نديرهم في ماء وماء الزهر، يعني خليط من الماء وماء الزهر. نغطس الحبه تاعي في الخليط ورايحه نقليها مباشره. هنايا الزيت راح يكون سخون، يكون سخنته من قبل ونقليها على نار متوسطه، ما يكونش الزيت سخون بزاف لانه هنايا الحبه راح تتحمر فقط من الخارج ومن الداخل راح تبقى يعني ماشي طايبه، تبقى عجين. نخليهم يطيبوا براحتهم. كما قلت لكم الاحسن تقليهم في حاجه تكون يعني غامقه، في طاوه ولا في فريتوس. بعد ما يتحمروا وياخذوا اللون الذهبي راح نحطهم مباشرة في العسل يكون بارد. هنا المقروط يكون سخون والعسل يكون بارد وراح نخليهم يتعسلوا مليح. وبنفس الطريقة راح نكمل كامل الحبات تاوعي تاع المقروط. وهذا هو الشكل النهائي المقروط المقلا ولا مقروط العسل. كما راكم تشوفوه جا محمر، شوفوا معسل للقلب، جا شكله ما شاء الله. كما راكم تشوفوا راه يبان مرمل، شوفوا معسل. ان شاء الله تكون وصفة اليوم نالت اعجابكم. نتمنى تجربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش ديروا لي لايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا باش توصلكم كامل وصفاتي. خليكم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.